الكركم في مادة فعالة اسمها الكركمين. المادة دي من خواصها انها مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة. اتقارنت بأدوية موجودة في الصيدليات بتعالج الالتهاب وعطت نتائج مقاربة. اغلب الامراض اللي بتجيلنا بتكون مصاحب لها التهاب، عشان كده لما اقول لك حاجه مضاد للالتهاب معناها انها هتساعد في امراض كتيره جدا. الاهم ان هو مضاد للالتهاب هو انه مضاد للاكسده. طب يعني ايه اكسده؟ في حاجه في الجسم مضره جدا اسمها الفري راديكال او الشوارد الحره، بوظ حاجات كتير في الجسم. يعني لو مسكت في خليه بتتلف الخليه دي، لو مسكت في الدي ان ايه بتتلف الدي ان ايه. ممكن تمسك وتكسر في الكولاجين اللي في الجلد، وبالتالي بتساعد على ان اعراض السن او الشيخوخه تبان. الفري راديكال من اكتر الحاجات المرتبطه بالسرطانات، لانها لما بتمسك في الدي ان ايه بتتلفه، وتلف الدي ان ايه بيؤدي لسرطانات. الحاجات المضاده للاكسده بتشتغل على انها تضاد الفري راديكال. عشان كده انا اقدر اقول على ان الكركم او الكركمين اللي موجود في الكركم مضاد للسرطان. في ابحاث كتيره جدا اتعملت على الكركمين كمضاد للسرطان، لقوا انه مرتبط بموت الخلايا السرطانيه، بيقلل وصول الدم للخلايا السرطانيه، بيقلل انتشار السرطان خصوصا سرطان القولون، يمنع اصلا ان السرطان يحصل. فهو مفيد سواء الانسان مريض او مش مريض، هو اصلا كمان بيحمي من السرطان. اقدر اقول عليه مضاد للشيخوخه، هو بيقلل الاعراض المرتبطه بالشيخوخه. البي دي ان اف دي مسؤوله عن صحه المخ. لما بتقل بتظهر امراض المرتبطه بتقدم العمر زي الخرف زي الزهايمر، كمان مرتبطه بالامراض النفسيه زي الاكتئاب. الكركمين بالابحاث بيزود البي دي ان اف، هو مفيد في علاج الزهايمر حتى لو موجود، وكمان الحمايه منه. هو كمان بيعالج المشاكل النفسيه زي الاكتئاب، القلق، التوتر. كل دي حاجات برضو مرتبطه بالبي دي ان اف. هو بيحسن بطانه الاوعيه الدمويه، بيحسن قدرة الأوعية الدموية على أنها تظبط ضغط الدم. لما جدار الأوعية الدموية يكون ما عندهوش مشاكل، ده ما بيخليش يحصل جلطات. بالتالي هو مفيد للناس المعرضة للجلطات، الناس اللي عندها مشاكل في الضغط، والناس اللي عندها مشاكل في القلب، لأن الحاجات دي بتؤدي لمشاكل في القلب، فهو بيحمي القلب. أنا ده أنصح بشدة إن كل واحد ياخد الصبح نص معلقة كركم على كوباية مية ومعاها رشة فلفل أسود. في ناس ما ينفعش تاخده، الحامل، اللي بترضع، اللي عنده مشاكل في المرارة، اللي عنده سكر، واللي عنده مشاكل في النزيف.